دكتور احمد، لو هنتكلم بقى على الام الظهر بقى، اللي بتبقى يعني تقدر تقول 90% مننا بيشتكوا طبعا من الام الظهر والام الرقبه، عموما الام العظام. امتى بقى هنا نبدا نقول ان احنا البلازما يكون ليها فايده مثلا، او تدخل مع الالام دي ان هي تخفف من الالام؟ هو طبعا اهم حاجه ان احنا لازم نعرف سبب الالم ده ايه. يعني احنا عندنا في مركز النيل ما بيجيش المريض مثلا يشتكي بالم في ظهره وبنبدا نحقنه على طول او كده، لا بناخد التاريخ المرضي ونعمل فحص كلينيكي، وطبعا هو بيكون جايب معاه اشعه رنين مغناطيسي وهي بتبين بالظبط ايه السبب اللي عامل الالم في الظهر دوت. ممكن الالم دوت يكون انزلاق غضروفي زي ما اتكلمنا عليه، ممكن يكون التهاب في المفصل الخلفي للفقرات، ممكن يكون اي اسباب تانية بتظهر او اي اسباب مرضيه تانية. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه طبعا ديت ليها دور وعامل كبير ان هي بتجدد الخلايا وبتعمل اعاده تجديد للانسجه. وطبعا على المد يعني مع جلسه واثنين وثلاثه بيبدا المريض يحس بتحسن جامد فيها، بالاضافه الى العلاجات الاخرى. يعني بتبقى مساعد مع العلاجات الاخرى اللي احنا بنعملها، زي مثلا حقن الاكسجين النشط، زي حقن جذور الاعصاب سواء بالمواد المضاده. هو حقن الاكسجين النشط ده بيتم ازاي بقى؟ هو الاكسجين النشط دوت اللي هو الاو 3 او اللي هو غاز الاوزون ده. احنا عارفين الاكسجين العادي اللي احنا بنتنفسه او الاكسجين الطبي بيتكون من ذرتين اكسجين، لكن الاكسجين النشط او غاز الاوزون ده بيبقى مكون من 3 ذرات اكسجين اللي هو او 3. طبعا احنا دلوقتي عن طريق جهاز بسيط جدا بنديله الاكسجين الطبي وبيخرج لنا الاكسجين النشط اللي هو الاو 3. الاكسجين النشط دوت ليه فوائد كثيره جدا. اولا ان هو بيبقى مضاد قوي للبكتيريا ومضاد للالتهاب وكمان مضاد للاكسده، وبيعمل اعاده تنشيط لاعاده بناء الانسجه المتاكله او العضلات المتاكله دي. وبنديه طبعا عن طريق ممكن يتاخد عن طريق الدم وممكن يتاخد عن طريق الشرج، وفي حالتنا طبعا بيتحقن في حوالين الام الجافيه في الظهر، او ممكن يتحقن في مفصل الركبه، ونتائجه كويسه جدا وبيجيب نتائج كويسه في يعني في نسبه عاليه قد تصل ل 70% من المرضى يعني. تمام.